يا مسا الحب على أحلى جمهور في الدنيا كلها. وحشتوني جدا جدا من آخر قصة شفتوها وسمعتوها عندي هنا في القناة. وقبل ما نبدأ حابة أفكركم باللايك والاشتراك علشان كل ما أنزل قصة حلوة من اللي قلبكم بيحبها يجيلكم إشعار بيها على طول، ولأن انتم واثقين فيا وعارفين إن القصة بتاعتي بتوديكم في حتة تانية خالص وبتاخدكم لعالم تاني. يلا بقى نسمي الله ونبدأ حكايتنا. بحبكم قد كده. في فيلا كبيرة قوي، فيلة شريف الملك، رجل الأعمال الوسيم المعروف، واللي فجأة دخل بمنتهى العصبية فسخ الباب على ملك الخدامة اللي كانت بتشتغل خدامة عندهم في الفيلا. أول ما شافته قامت وقفت، ركابها كانت بتخبط في بعض. ردت وقالت له: إيه جرى ايه يا شريف بيه؟ إيه خير؟ حضرتك عاوز مني حاجة؟ بس انت ازاي تدخل عليا اوضتي او تقتحمها بالشكل ده؟ اقتحم؟ هو انت لسه شفتي حاجة؟ ده انت يومك اسود النهاردة. إيه ليه؟ ليه كل ده؟ هو انا عملت ايه؟ انا والله ما عملت اي حاجة. ما عملتيش اي حاجة ازاي؟ ده انت عملتي كل حاجة. وبدأ يقرب منها، كان على وشها علامات استفهام كتيرة جدا وما كانتش فاهمة. كان أول مرة يعمل معاها كده. كانت حاسة إن في حاجة كبيرة، ركابها كانت بتخبط في بعض وفضلت تبعد لحد ما لزقت في الحيطة. مسكها من دراعها وقال لها: ايه رأيك بقى ان انا كان نفسي اعمل حاجة من زمان وان الاوان ان انا اعملها؟ إيه لو سمحتي يا شريف بيه، ابعد عني. أنا خدامة بس محترمة. محترمة؟ اديني دليل واحد انك محترمة ومستعدة لو اقتنعت اسيبك. طالما سألتك وما ردتيش يبقى مفيش رد، واللي انا عاوزه هعمله دلوقتي. إيه بالله عليك ابعد عني يا شريف يا ملك. شريف حف كده؟ مش بقولك النهارده يومك اسود، مش هيعدي على خير، ويا انا يا انت في الفيلا دي. ملك بتحط القهوة قدامه على المكتب، ففجأة لفت انتباهه حاجة غريبة. مسك ايديها وفضل يبصلها ويبص لعينيها بشك، وهي كانت مستغربة ومتوترة جدا. اتكلمت وقالت: إيه في حاجة يا شريف بيه؟ ابدا مفيش حاجه، اتفضلي. ملك خرجت من المكتب وقلبها كان عمال يدق جامد وبتقول: يخرب بيتك وقعت قلبي بنظراتك دي، والله ما هسيبك غير لما تبقى جوزي يا شريف يا ملكي. اما في المكتب شريف كلم نفسه وقال: خدامه؟ تمام، طالما حابين تلعبوا معايا مفيش مشكله، قوي قوي نلعب. وبتبتدي حكايتنا مع شريف الملكي، رجل الأعمال الوسيم المشهور اللي دخل الفيلا، وكانت والدته قاعدة بالقرب منها بس ايديها وقال: مساء الخير يا ام. مساء الخير يا حبيب. ملك شكلك كده زي المرهق. بصراحه ايوه، كان يوم تقيل جدا وكله اجتماعات. ربنا يعينك يا حبيب. بقولك ايه، انا كنت عملت حاجة كده وعاوزة اقولك عليها، لاني عارفة انك ما بتحبش حد يفاجئك بحاجة. خير يا ام؟ في حاجه؟ بنت غلبانة أعرف أهلها وأعرف ظروفهم، ووالدتها طلبت مني إن أشغل البنت هنا في البيت يعني تساعدني وكده. وبصراحة أنا اتكسفت ومعرفتش أعمل حاجة غير إني أوافق. اتنهد بعصبية ورد وقال: ما انت عارفه يا ام اني ما بحبش جو الخدامات ده، وما بحبش ان واحده غريبه تكون مقيمه معانا في البيت وتبقى مطلعه على خصوصياتنا واسرارنا. الجو ده انا ما بحبوش، وانت فاهمه وعارفه الكلام ده، ليه تدبسيني بس؟ لا يا حبيب، ما تقلقش خالص. ملك مش زي بقية البنات اللي انت تعرفهم. دي بنت هادية وغلبان ملهاش في حاجة. هي اسمها ملك؟ ايوه، بنت جميلة ورقيقة وزي العسل، وكمان قاطعها. ورد وقال: خلاص يا امي، هو احنا بندور على شغاله ولا بندور على عروس؟ خلاص خليها تيجي. هقولك ايه يعني، ما هو ما ينفعش بعد ما اتفقتي معاهم احرجك واقولك ما تجيبيش حد، بس يا ريت ما تظهرش قدامي طول ما انا موجود. ما تقلقش، انا هفهمها على طبعك واوعدك مش هتلمح خيالها ولا ضلها حتى. بس دي اهم حاجه، انت فاهمه؟ بلاش اصب غضبي عليها في الرايحه ولا في الجاي. يا ما نفسي افهم بس ايه العقدة اللي جاتلك من صنف الحريم دي، وهتتفك امتى يا ابني؟ منها لله اللي كانت السبب. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا امي؟ لا عقده ولا غيره، كل الحكايه ان الصنف ده حوارته فعلا كتير ولا يطاق. كده يا شريف ابتسم ابتسامة بسيطة وبس دماغها ورد وقال لها: ما اقصدش يا امي، ده انت الخير والبركه. ربنا يبارك فيك يا حبيب. على العموم ما تقلقش، صدقني وجودها في البيت مش هيضايقك ابدا، اوعدك. ان شاء الله يا امي، عن اذن. بعدها بساعتين ملاك كانت بتخبط على الباب، فتحت لها يسرية ام شريف واخدتها ودخلوا على اوضتها. يسرية اتكلمت وقالت: اسمعي يا ملك لما اقولك، مش عاوزة غلط علشان خاطر اصل شريف ابني مزاجه على كف عفريت، ولو لمح منك اي غلطة صغيرة
مش هقدر يا بنت اقنعه انك تفضلي في البيت ويبقى احنا ما عملناش اي حاجة. ما تقلقيش يا طنط، انا وراه لحد ما اجيب مناخيره الارض وافك عقدته دي واخليه يقول حقي برقبتي. الله عليكي يا ملوكة، ايوه كده. اهو انا عاوزاكي تجيبي مناخيره الارض وتفكي عقدته زي ما بتقولي. ان شاء الله يا رب. بس بالله عليكي بشويش، انا عارفة ان ابني عصبي ومحدش بيقدر يقف قدامه، وانا بقى مش عاوزة يا حبيبتي حد يزعلك ولا يضايقك. ما تقلقيش يا طنط، انا هعرف اتعامل معاه. اسمعيني يا بنتي، انت عارفة ازاي انا بحبك وقد ايه، وبعتبرك زي بنتي اللي ما خلفتهاش. املي فيك انك تخليه يحبك وتتفك عقدته على ايدك ويتجوزك وتجيبوا لي احفاد. نفسي في احفاد كتير، يجي 5 ولا 10 كده، يملوا عليا البيت ده كله، البيت الطويل العريض، ويعوضوني وحدتي وغياب شريف عني. ما تقلقيش يا طنط، كل اللي انت عاوزاه هيحصل. طيب يا حبيبتي، يلا روحي ادخلي على اوضتك، انا وضبتها لك وزي ما اتفقنا بلاش تحتكي بيه مباشرة، على الاقل الفترة الاولانية دي. حاضر يا طنط، عن اذنك. وبالليل وبعد ما خرج شريف من الفيلا، خرجت ملك ودخلت اوضته علشان توضبها. دخلت الاوضه ومسكت هدوم وفضلت تشم في ريحتها وهي بتقول: يخرب بيتك، حتى ريحتك بتخوف زيك. وفجأة الباب اتفتح ولقته واقف قدامها. اتسمرت في مكانها وركبها خبطت في بعض وردت وقالت: إيه شريف بيه؟ قرب منها بعيونه الحادة اللي زي الصقر ورد وقال لها: انت مين وبتعملي ايه هنا في اوضتي؟ إيه انا ايه القط بقى على لسانك ولا ايه؟ انطقي، انت مين وبتعملي ايه في اوضتي؟ وايه اللي انا شفته ده؟ ايه اللي انت شفته حضرتك؟ انا كنت داخله علشان انضف الاوضه. كنت داخله علشان تنضفي الاوضه ولا علشان تشمي في هدومي؟ لا، حضرتك اكيد فاهم غلط. لا انا مش فاهم غلط، ما تغلطيش نفسك وتفضلي اطلعي بره، ويا ريت ما تدخليش اوضتي تاني لاي سبب من الاسباب. طب ومين اللي هينضفها؟ دي مش شغلتك، ويا ريت تسمعي الكلام من غير جدال، يا اما اعتبري نفسك بره البيت دلوقتي. تحت امر. خرجت من الاوضه وهو راح لاوضه امه. دخل وهو متعصب، كلمته وقالت: ملك يا حبيب. بقى هي دي البنت الغلبانه اللي حضرتك بتشفقي عليها؟ هي واهلها كمان؟ وقال جبتيها تشتغل هنا مش كده؟ مالها يا حبيب؟ هي ضايقتك في حاجه ولا ايه؟ الهانم دخلت اوضتي، نسيت التليفون، دخلت عشان اجيبه لاني كنت ناسيه، لقيتها ماسكه هدومي وبتشم فيها. اكيد يا حبيبي بتشمها علشان تعرف اذا كانت نظيفه ولا محتاجه غسيل. امي يا ريت لو سمحت تحذري عليها للمره الاولى والاخيره. اوضتي خط احمر، لا خطوط حمراء. عندها الفيلا واسعه تنظف براحتها، انما اوضتي لا والف لا. حاضر يا حبيبي، اللي تشوف. هو انا اللي يا بركه الا انت؟ بس ما تعصبش نفسك وانا هتكلم معاه. قال لها كلمتين وسابها وخرج. وتاني يوم على الغدا كان قاعد شريف هو ومامته على السفره. جت ملك بترص الاكل على السفره، بص لامه وقال: هو مش انت اللي طبخه النهارده يا امي؟ معلش يا حبيبي، اصل كنت تعبانه قوي النهارده. وملك ربنا يكرمها اقترحت عليا ان هي اللي تطبخ بدالي. كنا اكلنا اي حاجه يا امي بره وخلاص، ما انت عارفه اني مش بحب غير اكل ايدك. معلش يا ابني. طب دي حتى ملك نفسها حلوه قوي في الاكل وشطوره خالص. بص لامه في اللحظه دي بشك، رفع حاجب ونزل التاني، كمل كلامه وقال لها: وانت تعرفي منين ان نفسها حلو في الاكل يا امي؟ انت كنت جربتيه قبل كده؟ اتوترت طبعا وردت وقالت له: لا يا ابني، انا اقصد انها بتطبخ يعني، وهي بتطبخ النهارده كانت ريحه الاكل جميل. لما نشوف. وبدأ الشريف ياكل وما قدرش ينكر ان الاكل حلو ومذاقه ممتاز ومختلف كمان. بس شريف المتعجرف استحالة هيعترف بده. ملك كانت واقفة مراقباه عشان كانت محتاجة تعرف رأيه في أكلها. بصلها وقال: الأكل ملوش طعم، مفيش فيه ملح، يا ريت ما تطبخيش تاني. وساب الأكل وقام. بصت له وقالت: واضح فعلا ان ملوش طعم، علشان كده خلصت طبقك كله. رجع لها وهي كشت في نفسها، كانت خايفة منه جدا. رد وقال: كنت بتقولي حاجة؟ مامته في اللحظة دي دخلت فورا في الكلام وقالت: ابدا يا حبيبي، انت بيتهيألك، ما كانتش بتقول اي حاجة. روحي انت يا ملك على اوضتك دلوقتي لو سمحتي يا طنط. طنط؟ اقصد يا يسرية هانم، انا ما عملتش حاجة غلط علشان اهرب على اوضتي واخاف. شريف بيه هو اللي لازم يتكسف من نفسه مش انا اتكسف من نفسي؟ وطنط؟ ايوه، لانك قليل الذوق. نعم. اقصد يعني كلامك مفتقر للذوق. انا مش فاهم انت جايبه الجراءه اللي بتتكلمي معايا بيها دي ازاي، وجايباها منين؟ انت اكيد اتجننتي.
لا انا ما اتجننتش ولا حاجه، انا بقول ان حضرتك بتتكلم معايا بقله ذوق. ده بدل ما تشكرني ان انقذت الموقف وطبخت النهارده بدل يسري يا هانم، وعملت لك كل الاصناف دي، واكيد تعبت في الاكل. جاي بمنتهى البساطه بتمحي تعب الساعات اللي فاتت دي كلها بكلمه سخيفه منك، وبتقولي الاكل ملوش طعم. يا ريت ما تطبخيش تاني، كان هيجرى ايه لما تكبر بخاطري يعني؟ هو احنا فاتحينها هنا شؤون خيريه علشان اكبر بخاطرك؟ بتعرفي تطبخي اهلا وسهلا، هناكل ونقولك تسلم ايديكي. هتعكي في الاكل هتاخدي على دماغك. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ردي عليا، مفهوم ولا لا؟ مفهوم. سابها ولف وشه. قالت بهمس: جاتك البالة في حنجرتك. رجع لها مسكها من هدومها وهو بيقول لها: قلت ايه؟ ما قلتش حاجه. لا قلت، انا سامعك وانتي بتقولي جاتك البالة في حنجرتك، مش كده؟ طب ما انت سمعت اهو، بتعمل فيها عبيط ليه؟ بص لها وهو مش عارف يقول ايه، وبص لأمه اللي كان هين عليها طولتم. اتكلم وقال: البنت دي تمشي حالا، ما تقعدش هنا ثانية واحدة، تمشي حالا يا أمي. ودخل أوضته ورزع الباب وراه. يسرا اتكلمت وقالت: ايه اللي عملتيه ده يا ملك يا بنتي؟ هو ده اللي اتفقنا عليه برضه؟ الله يسامحك. اعمل ايه يا طنط؟ ما هو ابنك بارد ومستفز قوي بصراحة، وانتي عارفاني انا ما بعرفش اسكت. طب هو قال تمشي، اعمل انا ايه بقى ولا اتصرف ازاي دلوقتي؟ بصي يا طنط، انتي اعملي نفسك تعبانة واغمى عليكي. ايه يا بنتي اللي بتقولي ده؟ على اخر الزمن همثل كمان؟ معلش يا طنط، اسمعي اللي بقولك عليه. اعملي نفسك تعبانة ومفرفرة واغمى عليكي. وفجأة ملك صرخت وردت وقالت: ايه يسري يا هانم، فوقي ابوس ايديكي. شريف خرج يجري من اوضته وكان قلقان جدا. شاف يسرية واقعة على الارض وملك جنبها بتحاول تفوقها. اتكلم وقال: ايه اللي حصل لها؟ جرالها ايه؟ مش عارفه، فجأة لما انت دخلت هي وقعت على الارض بالشكل ده. طب روحي انتي هاتي برفان ولا اي حاجه فوق دماغك. ملك طلعت تجري جابت البرفان، وهو فضل يفوق في امه لحد ما فاقت. مالك يا امي، جرالك ايه؟ يسرية كانت بتتصنع التعب وقالت: مش عارفه يا ابني، فجأة كده دخت فرفرت زي ما يكون ضغط لعب ولا ايه. ايه ده؟ اكيد يا يسرية هانم من الزعل، انا دايما بيحصل لي كده لما بزعل. شريف بصلها بصه خرستها في ساعتها. يسرية كملت كلامها وقالت: ما تزعلش مني يا شريف يا ابني، اعرف يا حبيبي ان زعلك غالي عليا قوي. ايه الكلام اللي بتقوليه ده بس يا امي؟ ازعل منك ازاي؟ انا عارفه يا حبيبي اني ضايقتك، بس على العموم انا هعمل لك كل اللي انت عاوزه وهخليها تمشي، مع اني كنت مرتاحه لها قوي وعاوزاها تقعد معايا تساعدني في شغل البيت وتونسني. لكن مش مهم راحتي يا ابني، انا المهم راحتك انت. خلاص يا امي، اللي تشوفيه، طالما حابه انها تفضل معاكي مفيش مانع. وبص الملك وقال لها: بس مش عايز اشوف وشها قدامي، يا ريت تعرفيها مواعيدي وفي الوقت اللي اكون موجود فيه، ملمحش لا خيالها ولا ضلها في البيت. يسرية وملك كانوا بيضربوا كف على كف، وطبعا ده بعد ما سابهم ومشي. يسرية اتكلمت وقالت: والله عفارم عليك، عفارم عليك يا بنت يا ملوكة. مش قلتلك يا طنط امشي ورايا هتكسبي؟ ده انت طلعتي حكاية يا بنتي، كنت غايبة عني فين ده كله؟ يا ريتني كنت طلبت منك مساعدة من زمان، كان زماني دلوقتي تيت واحفادي بيلعبوا حوالي. ما تقلقيش يا طنط، كله بأوانه ان شاء الله. وبالليل وشريف قاعد في مكتبه، باب المكتب خبط ودخلت ملك ومعاها فنجان القهوة. رد وقال: هو انا مش قلتلك مش عايزة اشوفك ولا المح وشك قدامي؟ انا اسفة يا شريف بيه، انا اضطريت ان انا اللي اجيب لك القهوة لان عثمان استأذن ويسرية هانم نايمة من دلوقتي ليه؟ مالها، هي تعبت تاني ولا ايه؟ لا ابدا، هي كويسة، بس حست ان هي مرهقة شوية، خدت حباية مسكن ونامت. طب حط القهوة وتفضلي انت. وبتحط القهوة قدامه على المكتب، فجأة لفت انتباهه حاجة غريبة. مسك ايديها وفضل يبصلها ويبص لعينها وكان شاكك وهي كانت مستغربة ومتوترة. في حاجة يا شريف بيه؟ لا مفيش، اتفضلي انت. ملك خرجت من المكتب وقلبها كان عمال يدق وبتقول: يخرب بيتك، وقعت قلبي بنظراتك دي، والله ما هسيبك غير لما تبقى جوزي يا شريف يا ملكي. وفي المكتب شريف كلم نفسه وقال: خدامة، ها خدامة، تمام، طالما حابين تلعبوا معايا مفيش مشكلة، نلعب مع بعض. وتاني يوم الصبح وبعد ما لبس وخرج من اوضته نادى على ملك. جت جري على ملا وشها بتوتر وردت وقالت له: اتفضلي يا شريف بيه. بقولك ايه يا ملك، بما انك الخدامة بتاعتنا فانا كنت عايزك تنضفي التراس والجنينة وحمامات السباحة، يعني خدي جولة كده في الفيلا كلها لو مفيش يعني عندك مانع. ايه؟ انا هعمل كل ده لوحدي؟ ايوه، اصلا انا بصراحة نويت ان امشي عاصم وعثمان، لاني حاسس ان شغلك متقن شوية عنهم، هما بيتلصقوا، فقلت لازمتها ايه الشغالين الكتير في البيت، ملهمش داعي، طالما انت موجودة معانا يبقى انت تسدي عنه،
ولا ايه رأيك؟ اللي تشوفه حضرتك. اتمنى ما يكونش عندك مانع يعني. لا لا ابدا، مفيش اي مشكلة. تمام. يا ريت بقى تخرجي تنضفي الدنيا بره، التراس والجنينة وحمامات السباحة، وبعد كده تدخلي على الفيلا تنضفيها تنظيف كويس، تنظيف عميق من اللي بيقولوا عليه. وبعد ما تخلصي ده كله عاوزك تعملي اكل كتير بقى، يكفي 10 ل15 فرد. ليه؟ كل ده ليه؟ هو احنا عندنا وليمة؟ دي حقيقة، اصلا انا عازم صحابي النهاردة. كان هين عليها تعيط وهي بتقول ايه تمام اللي حضرتك تشوف، مش هوصيك، مش عاوز غلطة في الاكل، ما تقلقش حضرتك. وسابها ومشي. وهي ندت عليه وقالت شريف بيه. بصلها، كملت كلامها وقالت بالنسبة لأوضة حضرتك أنا هنضفها ولا هسيبها كده؟ لا سيبيها، مفيش مشكلة، أنا بحب أعمل كل حاجة بنفسي في أوضتي. والله كتر خيرك. أفندم بتقولي حاجة؟ لا لا أبدا، العفو. تمام. وسابها ومشي، وهي فضلت تاكل في نفسها وتقول منك لله يا شريف يا ملكي، ده أنا هعمل كل ده لوحدي؟ في حد قالك إن أنا روبوت ولا إيه؟ وبعدين أعمل أكل كمان؟ مش هو ده اللي كان بيقولي أكلك مسخ ملوش طعم؟ فجأة بقى شايفني الشيف شربيني وعاوزني أعمل له الأكل ده كله. استعنا على الشقة بالله، ربنا يستر. وخرج شريف من البيت وعلى وشه ابتسامة انتصار. ركب عربيته وراح على الشركة، وملك بدأت تنظف في كل ركن في البيت وزي ما أمرها. وبعد ما خلصت وقفت في المطبخ تطبخ، ويسرية بتساعدها لحد ما خلصوا الأكل. يا حبيبتي يا ملك، ده انت بان عليكي التعب خالص. يلا يا حبيبتي ادخلي اوضتك، خدي دش وارتاحي. ارتاحي ازاي بس يا طنط، دول زمانهم على وصول. مالكيش دعوة، انا هوضب السفر وهشوف طلباتهم. يلا روحي انت تعبتي قوي. حاضر يا طنط اللي تشوفيه. وبالفعل راحت ملك على اوضتها، خدت الشاور ورمت جسمها على السرير وهي بتتشهد على روحها. وبعد شوية وصل شريف ومع اصحابه، اتجمعوا حوالين السفر، واتفاجئ لما شاف امه وهي بتحط الاكل. قلب عصبية. معقولة يا امي انت اللي بتوضبي السفرة؟ امال فين ملك؟ معلش يا ابني، اصل ملك تعبت جدا في شغل البيت النهارده، وانا اللي قلت لها تطلع ترتاح. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا امي؟ امال هي شغاله وهتاخد فلوس على ايه؟ معلش يا ابني، الرحمه حلوه برضه. لو سمحت يا امي، مش عاوز نقاش وجدال في الكلام ده خالص. اتفضلي نادي عليها، خليها تنزل تكمل شغلها، يا اما تلم هدومها وتمشي طالما هي مش قد الشغل. يسرية في اللحظة دي اضطرت انها تنفذ كلام شريف، وطلعت تنادي على ملك اللي من لبختها نزلت ببيجامة البيت وضبت السفرة ورصت الأكل، وما كانتش واخدة بالها إن أصحاب شريف كلهم هياكلوها بعينهم. شريف كان قاعد مش على بعضه وهو شايف نظرات صحابه عليها. أمن على السفرة ودخل وراها المطبخ، وأول ما شافته اتفزعت، اتكلمت وقالت في حاجة يا شريف بيه؟ ايه الهباب اللي انت لابساه ده؟ ايه مالها؟ مالها هدومي؟ انت هتستعبطي؟ انت نازله ببيجامه النوم وقدام الرجاله؟ انا اسف والله، انا كنت فعلا نايم، ما هي محتشمه اهي. بس معلش انا ملحقتش اغيرها. اطلعي اوضتك حالا، غيري الهباب اللي انت لابساه ده والبسي هدوم الشغل، دقيقتين بالظبط والاقيكي قدامي. حاضر اللي تشوف. بص لشعرها الحرير اللي زودها جاذبيه وقال وشعرك ده تلميه، بلاش قرف. سابها وخرج وهي بتقول بلاش قرف، الصبر طيب يا ابن يسري. طلعت تجري على اوضتها، غيرت هدومها ولمت شعرها زي ما قالها، ونزلت كملت تقديم السفر ودخلت المطبخ. اخر اليوم وبعد ما مشيوا اصحاب شريف رجع لها، وكانت واقفه في المطبخ بتغسل الاطباق وبتلف وراها، لقته واقف ومركز معاه. اتوترت جدا وارتبكت وردت وقالت إيه حضرتك محتاج حاجه يا شريف بيه؟ تعالي ورايا على المكتب. راحت وراه. اقفلي الباب وتعالي اقعدي. قعدت وهي مرتبكه جدا. تحت امرك. ممكن افهم ايه اللي عملتيه النهارده ده؟ ايه هو اللي عملته؟ من غير استعباط، وخليكي دغري احسن. بس انا دغري معاك ومش فاهمه حضرتك تقصد ايه بسؤالك ده. اقصد لبسك الملفت وشعرك اللي كنتي سايباه، كنتي بتحاولي تلفتي انتباه الموجودين ليك مش كده؟ وانا ايه اللي هيخليني اعمل كده يعني؟ الحقيقه مش عارف، يمكن بالعند فيا مثل. برضو ايه اللي يخليني اعند في حضرتك؟ ما هو ده اللي مش فاهمه، انتي بتحاولي توصلي لايه بالظبط؟ ولا اي حاجه. خليكي دغري احسن لك، وهاتي من الاخر يا ملك، وخليكي صريحه لان مفيش احسن من الصراحه. انا مش فاهمه انت تقصد ايه بكلامك ده. انا مش بحاول اعمل اي حاجه، واذا كان يعني على الهدوم اللي كنت لابساه فلاني اتوترت اول ما عرفت ان انت عاوزني، وملحقتش اغير هدومي ونزلت جري بمنظري ده، وانا المفروض اصدقك مش كده؟ عينيها دمعت بضيق وكانت دموع حقيقيه. اتكلمت وقالت ما يهمنيش اذا كنت تصدقني ولا لا، المهم عندي اني بقول الحقيقه. وسابته وقامت علشان تمشي. زعق بعلو صوته وقال انا ما قلتلكيش تمشي.
وانا مش هستنى الاذن منك. انت اتجننتي ولا ايه؟ انت شغاله عندي هنا. لا انا مش شغاله عندك، انا شغاله عند يسرية هانم، هي اللي شغلتني. هز راسه كلمها وقال معاكي حق، يسرية هانم هي اللي شغلتك وهي اللي هتمشيكي من هنا. خرجت من مكتبه وهي منفعله وعماله تعيط. طلعت على اوضتها جري وفضلت تبكي. وتاني يوم وهو خارج من اوضتها شافها وهي بتحضر الفطار. قال لها النهارده حسين السواق هيجيب لك طلبات الاطعام. اطعام ايه؟ مش فاهم. اسالي يسرية هانم وهي هتفهمك كل حاجه. يا ريت الاكل كله تخلصيه قبل الساعه 4، وبعدها حسين هياخد الاكل وهيوزعه بمعرفته. اهم حاجه يكون جاهز 60 وجبه على الاقل، ان ما كانتش زياده. ايه 60 وجبه وانا اللي هطبخ كل ده لوحدي؟ اطبخي وماله، هو انت مش المفروض هنا خدامه ولا ايه؟ عامله فيها خدامه؟ هي اقصد يعني عامله فيها راجل وقد المسؤوليه. اطبخي بقى. بتقولي ايه؟ ما قلتش حاجه، بس انا يعني اللي هعمل كميه الاكل دي كلها، على الاقل المفروض 2 يساعدوني كمان. مفيش حد هيساعدك، انت اللي هتعملي كل حاجه لوحدك. وحذاري ثم حذاري انك تخلي امي تمد ايدها في اي حاجه، انا بقولك اهو. قال لها كلمتين وسابها ومشي. شويه اتفاجئت بنفسها بتحدفه بالطبق اللي في ايديها. الطبق وقع اتكسر، وبعد ما الطبق لبس في قفاه هي كانت واقفه مصدومه وميته من الرعب، ومش عارفه ايه اللي هيعمله او هيتصرف معاها ازاي. وطبعا بعد اللي عملته قرب عليها وعيونه كلها كانت شر. وقف قدامها وبصلها بغضب وقال ايه اللي عملتيه ده؟ ومن شدة نظراته المخيفة وقعت على الأرض، ما حستش، أغمى عليها. شريف شالها وداها على أوضتها وفضل قاعد جنبها بيستناها تفوق. ولما شافته بيبصلها أغمى عليها تاني. نظراته كانت مخيفة قوي. والله لو فضلتي مغمى عليكي طول السنة مش هتنقل من جنبك هنا غير لما عاقبك على العملة المهببة اللي عملتيها. يسرا في اللحظة دي دخلت وقالت مالها؟ مالك في ايه؟ ايه اللي حصل لها يا شريف يا ابني؟ بتمثل ازاي يا ابني؟ مش فاهم. الهنا حدفتني بالطبق. امه اتصدمت لكن انفجرت من الضحك. هو رد عليها بعصبيه وقال بتضحكي على ايه يا امي؟ بقولك حدفتني بالطبق، كانت هتكسر دماغي. انا مش مصدق، هي جايبه الجرأه دي كلها منين؟ وازاي بتتصرف معايا كده؟ تفتكري يا امي ايه اللي مقوي قلبها؟ ايه تقصد ايه بكلامك ده يا ابني؟ هتكون مقويه قلبها بمين يعني؟ قوم انت يا حبيبي روح على شغل، مش معقوله هتفضل قاعد كده جنبها. وانا لما تفوق هفهم منها ايه اللي هي عملته، وصدقني هعاقبها واخليها تيجي لحد عندك وتعتذر لك كمان. ماشي يا امي، عن اذنك. سابهم وخرج وراح على شغل. واول ما خرج من الاوضه ملك خدت نفس طويل زي اللي كان بيغرق، وفجاه خرج من المي. قومي يا مجنون وفهميني ايه اللي عملتيه ده. مشي؟ ايوه مشي. مش هيعدلك اللي عملتيه ده على فكره. ابني وانا عارفاه دماغه صارمه قديم. والله يا طنط انا ما عملت اي حاجه، انا فجاه لقيتني رحت خبطه بالطبق في راسه من كتر ما استفزني ووصلني الاخر بصراحه يعني. والله يا بنتي انتوا الاتنين مجانين. قولي لي بقى اعمل ايه يا طنط في الورطه اللي انا ورطت فيها نفسي دي؟ انا عملت نفسي مغمى عليا يجي 50 مره عندكم، وانت بقى فاكره انك كده بتهربي منه. مهما تهربي ابني وانا عارفاه هتواجهيه. يبقى وقوع البلا بقى ولا انتظاره؟ تقصدي ايه؟ اقصد يا اختي لما يرجع بالليل روحي اعتذريله. بس انا مرعوبه. ما تقلقيش، ربنا يستر ان شاء الله. قومي بقى علشان نخلص اللي ورانا قبل ما يرجع. وبالليل اول ما سمعت صوت العربيه طلعت تجري، راحت له على مكتبه، خبطت ودخلت. رد وقال الحمد لله على السلامه. ده انا قلت انك مت يا شيخ. هي انا جيت يعني علشان اعتذرلك على اللي عملته. قرب منها ورجع نظرته المخيفه، بصلها وقال ايه هو اللي انت عملتيه؟ وكل ما كان بيقرب منها هي بتبعد عنه. بقولك ايه اللي عملتيه؟ تقصدي لما حدفتيني بالطبق مش كده؟ بدأ صوتها يترعش وركبها خبطت في بعض، وردت وقالت له إيه صدقني انا ما كنتش يعني اقصد، بس كنت متضايقه شويه. وانت كل لما تتضايقي تحدفي اي حد قدامك باللي في ايدك؟ انا اسف، مش هتتكرر تاني يا شريف بيه. ما هو فعلا هي مش هتتكرر تاني لانك هتمشي من هنا خلاص. ايه اللي تشوفه حضرتك؟ بس ما تقلقيش، انا مش قليل الاصل علشان اقطع عيشك واسيبك تدوري على شغل. انا لقيت لك شغلانه تانية، انما ايه، هتمشي من هنا هتروحي عليها على طول، مش هتقعدي من غير شغل ولا ثانيه واحده. واعتقد ان الشغل هيعجبك قوي واكتر من هنا كمان. ايه شغل ايه ده؟ فيلا بتاعت صحابي، هم 4 شباب قاعدين مع بعض ومحتاجين واحده تخدمهم وتشوف طلباتهم. اعتقد انك هتكوني مرتاحه في الشغل معاهم. بصت له بغضب شديد وردت وقالت له مش فاهمه حضرتك تقصد ايه؟ وبعدين انا ايه اللي هيخليني اروح اخدم 4 شباب قاعدين لوحدهم؟ مش فاهمه انا يعني. وفين المانع؟ ما هو شغل زي اي شغل، مش انت خدامه برضه ومحتاجه شغل
ولا ايه؟ ولا هو ما ينفعش الخدمة غير في الفيلا هنا؟ مش فاهمة حضرتك تقصد ايه. ما تخليك دغري وتجيب من الاخر، مش لما تجيب انت من الاخر الاول. بقولك جايب لك شغل بدل شغلك هنا، وبعدين انا شايف ان الشغل هنا كتير عليك، فايه المانع انك تروحي تشتغلي هناك، وهيدوكي نفس المرتب اللي كنت بتاخديه بالظبط هنا، وانت وشطارتك بقى. مسكته من هدومه بغضب وردت وقالت له: تقصد ايه؟ وشطارة ايه اللي بتتكلم عنها؟ قصدي كده انت فهمتيه كويس، انت قليل الادب. مسك ايديها وقال: انت حكايتك ايه بالظبط؟ وبصت لعيونه لحد، والاول مره تحس انها مش خايفه منه. مالك سكتي ليه؟ للدرجه دي نظراتي لا تقاوم، ولا تكوني وقعتي في غرام زي الافلام والمسلسلات وجو الخدامه اللي حابه تلبيه والشغل الهابط ده. انا احبك انت؟ الرجاله انقرضت ولا ايه؟ ما فضلش غيرك. حس ان كلامها جرح كبرياءه، مسكها من دراعها جامد وهو بيضغط عليه، وقال بغضب: معاكي حق، الرجاله ما انقرضتش، والكوكب عليه ملايين الرجال اللي ممكن يتحبوا، لكن تخيلي ان انت من بين كل رجالة الكوكب جيتي لحد هنا وعملتي نفسك الخدام علشان تكوني معايا في نفس المكان، مش كده؟ ايه، ما كنتش متخيلة ان عارف؟ مفكراني غبي للدرجة دي وهتقدري تضحكي عليا بكل سهولة؟ إيه انت عرفتي ازاي؟ لا سحر ولا شعوذة، ومن غير مجهود كمان. ومسك ايديها وهو بيبص لها وقال: بقى بذمتك انت في خدامة حالتها المادية تحت الصفر ومش لاقية تاكل وعاملة ضوافرها اكريلك بألوفات مؤلفة؟ بصت لضوافرها ولعنت غبائها. شفتي بقى انك المادة الخام للغباء؟ بصت له بتحدي وقالت: ما تغلطش. قعد على الكرسي قدامها ورد وقال: ودلوقتي بما ان كل حاجة بقت على المكشوف، عاوز افهم ليه عملتي كده. مش هجاوبك على اي حاجة، وما بقتش مضطرة اقف اتكلم معاك اصلا. انا هطلع الم هدومي وامشي. سابته ومشيت، وبالفعل لمت هدومها ومشيت من الفيلا. يسرية كانت قاعدة في اوضتها مراقبة كل حاجة وخايفة، ولقته واقف فوق دماغها. اتكلم وقال: ازاي صحتك يا ام دلوقتي؟ اتمنى ان حالتك الصحية تسمح اننا نتكلم من غير ما حضرتك تدعي انك تعبانة ولا يغمى عليكي فجأة. شريف، انا مش طالب منك حاجة غير حاجة واحدة بس، اني افهم الزومها التمثيلية اللي عملتيها مع البنت دي، وتطلع مين اصلا، وليه وافقتك انها تيجي تشتغل خدامة هنا، وعلشان ايه كل ده؟ انا هحكي لك يا ابني على كل حاجة. ملك تبقى بنت كريمة السباغ، بنت خالتي. ثانية بس يا امي، هي مش كريمة دي اللي متجوزة مدحت الألفي المهندس؟ ايوه يا ابني هو. يعني الهبلة دي تبقى بنت الباشمهندس مدحت الألفي؟ وايه اللي يخلي واحدة زيها تمثل التمثيلية العبيطة دي معاكي؟ لانها ايه؟ بتحبك يا ابني. وما كانش عارف يستوعب كمية الصدمات دي واللي كانت نازلة ترف فوق دماغه. بتحبني انا؟ ايوه يا ابني، ملك بتحبك من زمان، وانا ووالدتها عارفين، وبصراحة فقدت الامل فيك، وكنت عارفة ومتأكدة انك هتقولي عندي عقدة من صنف الحريم واستحالة ان افكر في الجواز. قررت بقى بصراحة ان استعين بيها، وقلت هي اللي هتفك عقدتك وتتجوزها. انا بصراحة ما بقتش قادرة استوعب تصرفاتك يا امي، ولا مصدقها. بقى التمثيلية الهبلة دي علشان خاطر احب واتجوز؟ افهمني يا ابني، انا نفسي افرح بيك واشيل عيالك قبل ما اموت. يا امي على عيني وعلى راسي، بس انت عارفة انا رافض الفكرة دي ليه، وانا لا عايزة احب ولا عايزة اتهبب. ارجوك يا امي كفاية، بطلي تضغطي عليا كل يوم بالطريقة دي وبالشكل ده. قال لها كلمتين وسابها وخرج. ومر 4 شهور بحالهم، ومن بعد ما مشيت ملك من الفيلا ورجعت لحياتها الطبيعية وهي حاسة بالملل الشديد، كانت حاسة كمان إنها مشتاقة لشريف جدا، ونقرهم سوا ومشاكستهم لبعض. فجأة سمعت صوت عربية، حست إن هو. بتبص من البلكونة بتاعتها، وبالفعل لقته هو. طلعت تجري، نزلت من أوضتها جري، لقته قاعد مع أمها. وأول ما شافته حست إن روحها اتردت لها. شريف أول ما شافها ابتسم وقال: ازيك يا ملك؟ ولا المفروض دلوقتي أقولك يا أنسة ملك؟ ازيك يا شريف؟ أنا كويس، وهكون أحسن لو عملتيلي فنجان قهوة من إيديكي. كمل كلامه وقال: اعتبريه فنجان القهوة الأخير اللي هشربه من إيدك يا ستي. ساعتها كريمة مامتها اتكلمت وقالت: لا يا حبيبي، ما تقولش كده بعد الشر عنك. الحقيقة يا مدام كريمة، أنا حبيت أجي أشوفك وأقعد معاكي، لأن حسيت إنه عيب في حقي إن السنين دي كلها ما زرتكيش ولا أعرف عن حضرتك حاجة. وأنا مش ناسي إن حضرتك تعبت في تربيتي زي أمي تمام، ومش ناسي إن كنت بعتبرك أمي التانية. معاك حق يا حبيبي، انت طول عمرك بتعتبرني امك التانية فعلا، بس انت اللي بعدت فجأة. انت اكيد سمعت اني مريت بتجربة زواج فاشلة خلتني كرهت الدنيا كلها، مش بس الستات. انا عارفة يا حبيبي، بس ده مش صح. الحياة مش بتقف على حد، ولازم نكمل، ومهما وقعنا بنقف على رجلنا من تاني. عشان كده انا جيت لك النهاردة
الحقيقة ان ملك عملت مجهود تشكر عليه عشان تفك العقدة اللي جواي، وبفضلها انا رجعت افكر في نفسي وحياتي من تاني، لاني لقيت ان في حاجات ممكن تساعدنا نبدأ من جديد. جت ملك ومعاها القهوة، حطيتها قدامه، قام وقال: معلش يا ملك، مفيش وقت ان اقعد واشرب القهوة. ليه كده؟ ده انا عملتها مخصوص عشانك. معلش، قريب هشربها، ومن عارف ما يمكن ما نشربش قهوة. بصت له كان على وشها علامات استفهام. كمل كلامه وقال: قبل ما امشي عاوز اخد رأيك في حاجة. ايه حاجة؟ ايه دي؟ لو مفيش عندك مانع انا كنت احبك ترجعي البيت تاني. بصت له بصدمة ورجعت خطوتين لورا، وردت وقالت: ايه ده؟ انت صدقت نفسك وفكرتني خدامة بجد ولا ايه؟ ضحك على كلامها جدا وقال: المرة دي هتكوني خدامة خصوصي، هتكوني مراتي. ها، قلتي ايه؟ طبعا ملك وافقت فورا وفرحت قوي كمان. ومرت الايام وشريف عقدته اتحلت على ايد ملك واتجوزوا وعاشوا مع بعض اسعد ايام حياتهم. وعيونه كلها بتطق شرار، وكانت واقفة قدامه حور خايفة وبترتجف. انت مين؟ وعايز مني ايه؟ وايه اللي دخلك اوضتي في وقت زي ده؟ اتفضل اطلع بره لو سمحت، عيب كده. اخرج والا هصرخ والم عليك البيت كله. طب اصرخي كده وفرجيني هتعملي ايه؟ هو انت فاكره ادخلي الحمام زي يخرجوا ولا ايه؟ انت جيتي هنا لقضاكي ومش هتخرجي من هنا ابدا. حرام عليك، هو انا عملت لك حاجه؟ انا اصلا معرفكش، انا اول مره اشوفك. ارجوك سيبني في حالي واوعدك همشي من هنا ومش هتشوفني تاني ابدا. دلوقتي بتقولي ما تعرفينيش وناسيه كل اللي عملتيه فيا زمان؟ انا عمري ما هنسالك ابدا اللي انت عملتيه، ولا عمري هسامحك، واعتبري ان ايامك الجايه كلها هتبقى سودة. انا هوريك واعرفك. انا حور، عندي 18 سنه، كنت عايشه مع بابا وماما، وكانت حياتي جميله لحد ما بابا جاله مرض وتوفى. وبعدها ماما اتجوزت وجوزها ما كانش طايقني في البيت. ماما ودتني اشتغل خدامه لواحد مجنون في مزرعه في منطقه مهجوره، وهناك حصل لي اللي عمري ما كنت اتخيله. في حي شعبي في بيت متواضع كان قاعد فوزي على الكنبه بيدخن سيجاره وغضبان جدا، وقاعد جنبه مراته حنان اللي كانت بتحاول تهديه. بقولك ايه، اللي اقولك عليه يتنفذ، وممنوع اسمع كلام تاني في الموضوع ده. يا انا يا بنتك في البيت، وانت بقى عليك تختار. بنتك اخرها معايا النهارده، ولو هي ما مشيتش انا همشي. وانا هوديها فين بس؟ انت عارف ان هي ملهاش حد غيري. استحملها بس لحد ما يجي لها عريس وتتجوز، هي كبرت خلاص، واوعدك ان اول عريس هيتقدم ليها هجوزها له على طول. وهو انت عاوزاني لسه استنى لحد ما يجي لها عرسان؟ وانا ايه اللي يخلينا استنى اصلا؟ هي كلمه واحده، البت هتروح تشتغل في الفيلا بتاعه الباشا، وهو هتجيب لنا كل اول شهر قرشين محترمين. ايه قلت ايه؟ هقول ايه بس؟ اللي انت شايفه يا اخوي، مهما كان انت في مقام المرحوم ابوها وانت اضرب مصلحتها، بس والنبي بلاش تزعل نفسك. خدها وديها تشتغل وربنا يسترها عليها. ودخلت حنان على بنتها في الأوضة وكانت بتكلمها بكل قسوة وجحود. بقولك ايه يا حور، انت من بكرة هتروحي تشتغلي عند ناس مبسوطين قوي، ناس عليوي. ما انت كبرتي يا بنتي ولازم تشتغلي علشان تساعديني في جهازك. انا سمعت كل حاجة يا ماما، ده بيت ابويا ومش من حق اي حد يخرجني منه. جوزك لو مش عايز يقعد معايا هنا يتفضل يمشي ويشوف له مكان تاني. ايه الكلام اللي بتقولي ده؟ عمك فوزي عايز مصلحتك وفي مقام ابوك، ولازم تسمعي كلامه. هو راجل البيت هنا واضرب مصلحتنا كلنا. يعني ايه الكلام ده يا ماما؟ يعني خلاص قررتي تطرديني من بيت ابويا علشان ترضيه؟ هتودينا اشتغل خدامه في بيوت الناس وانا بيت ابويا موجود؟ بقولك ايه، انا مش عايزه كلام كتير، هي كلمه واحده، جهزي نفسك علشان بكره هتروحي تشتغل. عمك فوزي ادى للناس كلمه خلاص، وبرضاكي او غصب عنك هتروحي. وبعد ما قالت الكلمتين سابتها وخرجت من الاوضه. وتاني يوم الصبح جهزت حور شنطتها وخدها جوز امها وداها في فيلا فخمه، سابها واقفه في الجنينه ودخل قابل راجل في الخمسينيات. فوزي اتكلم وقال: صباح الفل يا سعاده الباشا، انا جبت البيت اهي وواقفه مستنيه في الجنين، وزي ما حضرتك طلبت مني، صغيره وحلوه ومطيعه وزي القطه المغمضه، ما تعرفش لا تهش ولا تنش ولا لسه دريت باي حاجه في الدنيا. برافو عليك يا فوزي، بس زي ما اتفقنا ممنوع حد يسأل عليه او يروح يزورها. انا عايز واحده تشتغل في فيلة المزرعه، ومن غير ما تقول لي اشوف امي ولا حتى اختي. ما تقلقش يا باشا، انا مظبط كل حاجه على الشعر، وبعدين انا اصلا مش عايزها في البيت، وامها خاتم في صباع، يعني محدش هيسأل عليه ولا حتى بعد 100 سنه. طب خد انت دول وامشي وخليها تستنى بره على بال ما اخرج اوديها هناك، واعمل حسابك لا انت ولا مراتك اشوف وشكم تاني، ولا مش هيحصل طيب. وخرج فوزي بعد ما اخد فلوس كتيره من الراجل وساب حور من غير حتى ما يقول لها اي حاجه. وبعد اكتر من 5 ساعات خرج فهمي بيه وخد حور في عربيه كانت متفيمه كلها. حور ما كانتش شايفه اي حاجه من بره العربيه. وبعد مده طويله من السفر دخلت العربيه لحد قدام الفيلا،
ولما نزلت حور من العربية بصت للمكان، ما شافتش غير أشجار كتير. كانت جنينة الفيلا كانت كبيرة لدرجة إنها ما قدرتش تشوف حتى البوابة اللي دخلت منها. وبعد ما دخلت الفيلا نادى على راجل كبير كان عنده حوالي 70 سنة، كلمه وقال: أنا جبت واحدة تساعدك أهي، وهعرفها كل مواعيد الدواء بنفسي، هي اللي هتهتم بكل شيء يخص صقر، وإياك حد فيكم يغلط. انت عارف إن صقر ابن أخويا غالي عليا قد إيه. الراجل العجوز كان ساكت وما بيردش عليه خالص. بص فهم الحور وقال لها: زي ما انت شايفة كده، بشندي كبر في السن، عنده 70 سنة، فاقد النطق وعقله بقى على قده، وبقى أوقات كتير ينسى يدي الدواء لصقر ابن أخوي. وهي دي شغلتك هنا، تدي الدواء لصقر بانتظام، اوعي تفوتي ولا برشام. أنا هقولك على المواعيد وهفهمك على كل حاجة. وفي كمان خدامة هنا للطبخ ولتنظيف البيت اسمها جليل، هي خارصة وطرش بس عارفة شغلها كويس. حاضر يا باشا، كل اللي حضرتك تأمرني بها يتنفس، وإن شاء الله مش هغلط ولا هنسى أي حاجة، وهياخد العلاج في مواعيده، وإن شاء الله ربنا يشفيه قريب. وبعد كده مشي فهمي ودخلت حور الأوضة ووراها بشندي وعرفها إن دي أوضتها. ولكن بالليل وهي نايمة حست بحد دخل عليها الأوضة. قامت بصت على الباب لقت شاب طويل وجسمه رياضي كان وسيم جدا واقف قدامها وبيبص بعيون طاقة شرار. إيه انت مين؟ وعايز مني ايه؟ وايه اللي دخلك اوضتي في وقت زي ده؟ اتفضل اطلع بره لو سمحت، عيب كده. اخرج وقالها صرخ والم عليك البيت كله. طب اصرخي كده وفرجيني هتعملي ايه. وانت فاكره دخول الحمام زي خروجه؟ انت جيتي هنا لقضاكي ومش هتخرجي من هنا ابدا تاني. حرام عليك، هو انا عملت لك ايه؟ انا اصلا معرفكش، انا اول مره اشوفك. عايز تاذيني ليه بس؟ ارجوك سيبني في حالي واوعدك ان انا همشي من هنا ومش هتشوفني تاني. دلوقتي بتقولي ما تعرفينيش وناسيه كل اللي عملتيه فيا زمان؟ انا عمري ما هنسلك ابدا اللي عملتيه، ولا عمري هسامحك، واعتبري ان ايامك الجايه كلها هتبقى سودا فوق دماغك. صقر كان بيقرب منها بالراحه وهو مبرق وعيونه كلها غضب، وهي كانت عماله تبعد لحد ما زنقها في الحيط. ارجوك ابعد عني، الحقوني، حد يلحقني يا ناس. انت مجنون ولا ايه؟ انت عاوز مني ايه وايه اللي انا عملته فيك؟ انت عماله تصرخي كده ليه وفاكره ان في حد هينقذك من تحت ايدي؟ ده انت هتشوفي ايام معايا بلون الليل. انا بتقولي عليا مجنون؟ انا هوريك الجنان هيبقى ازاي. إيه لا لا لا، انا اسفه، ما تاخدش الكلام الثقة. انا اقصد اقول ان انا اللي مجنون. انا قلت كده بس من رعب، اصلا انا خفت جدا لما دخلت عليا فجأة. سامحني، انا مش هقول كده تاني. وفي اللحظة دي دخل عم بشندي عليهم. الحقني يا عم بشندي، انقذني من الاستاذ ده، دخل عليا وانا نايمه وعمال يقول لي هنتقم منك وهعمل فيك. بص لها بشندي وخد صقر وخرج على طول ومن غير اي تعليق. وبعدها قفلت حور على نفسها بالمفتاح، بس برضه ما قدرتش تنام من شدة الرعب والخوف. وتاني يوم خرجت الصبح وخدت الدواء وراحت على أوضة صقر. وأول ما شافته وعرفت إن هو الشاب اللي دخل عليها بالليل بقت مرعوبة أكتر وخايفة تقرب منه، لكنها كانت عارفة إنها لازم تديه الدواء في ميعاده ولا حالته هتسوء أكتر زي ما فهمي فهمها. قربت منه حور بالراحة وكانت خايفة في نفس الوقت. كان قاعد على كرسي في الأوضة، وأول ما قربت منه قام وقف وبرق لها بقوة وقال: انت مين؟ وايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي سمح لك انك تدخلي اوضتي وتقربي مني بالشكل ده؟ كأننا اصحاب يعني؟ تتجننتي ولا ايه؟ انت ازاي تتعدي حدودك وتدخلي اوضتي بدون اذن؟ انا والله العظيم ما كنتش اقصد، انا بس داخله ادي لحضرتك الدواء وفهمي بيه مأكد عليا انه ممنوع ان انا اتاخر او انسى علشان ما يحصلش لحضرتك اي مضاعفات. طب هاتي الدواء ده، وبعد كده ممنوع تدخلي الاوضه من غير استئذان. تعلمي تحترمي خصوصيه غيرك، وبعد كده في ميعاد الدواء تخبطي الباب وتقفي بره وانا اللي افتح لك. انت فاهمه ولا لا؟ حاضر، انا هعمل لك كل اللي حضرتك تقول لي عليه، بس ارجوك بلاش تغضب مني، انا ما عملتش حاجه والله، انا بس كنت عايزه ان انا اديك دواء مش اكتر. ومالك خايفه وبتترعشي وركبك بتخبط في بعض كده ليه؟ ما تقلقيش، مفيش حاجه حصلت تستحق الخوف ده كله. قولي لي بقى اسمك ايه وعندك كام سنه؟ انا اسمي حور، عندي 18 سنه. اتفضل حضرتك الدواء، لازم تاخده دلوقتي لان ما ينفعش يتاخر عن ميعاده علشان ما يحصلش اي حاجه. كان صقر بيكلمها وهو هادي ومبتسم، لكن اول ما اخد الدواء برق وبدا يزعق وقام وقف وبقى يقرب منها لحد ما زنقها في الحيط. انا هخلص منك كل القديم والجديد، انا مش هسيبك النهارده وهوريك النجوم في عز الظهر. انا هخليك تعرفي من هو صقر اللي انت تحدتيه وتجرأتي تقفي قدامه. يا نهار اسود، هو انا عملت لك ايه؟ جرى ايه صقر بيه؟ هو البرشام ده بيعمل نتيجه عكسيه ولا ايه؟ انا مش عارفه هو في ايه بالظبط، يا ريتني ما جيت، انا عايزه امشي من هنا. عايزه تمشي من هنا؟ يعني انت ندمانه انك قاعده معايا وكمان بتقولي عليا مجنون؟ انا هوريك الجنان على حق، هخليك ما تناميش الليل من شده الرعب. وفي اللحظه دي دخل عم بشندي عليهم.
الحقني يا عم بشندي، ارجوك. انا ايه بس اللي جابني هنا؟ منك لله يا جوز امي، انت اللي رمتني هنا الرميه دي، وكل ده عشان خاطر الفلوس. خدها بشندي وخرجها بره الاوضه وقفل الباب، وهي خرجت جري من الفيلا وقررت انها خلاص هتمشي منها. والغريب ان بشندي كان بيراقبها وهي ماشيه، وكان هادي محاولش يمنعها. خرجت حور وفضلت ماشيه مده طويله في الجنين ولحد ما وصلت للبوابه. والغريبه ان ما كانش فيه بواب والمفتاح كان في القفل. فتحت حور البوابه وخرجت واتفاجئت ان الفيلا وسط الصحراء ومفيش اي بيوت او اي ناس، مجرد شويه رمل. رجعت حور جري على الفيلا، واول ما شافها بشندي ضحك وسابها ومشي، وهي مشيت وراه ودخلت وقفلت الباب. وفي ميعاد الغدا نزل صقر علشان الاكل، وكان هادي جدا وكويس. كلمها وقال: ازيك عامله ايه؟ انت حور صح؟ انا فاكر اسمك كويس، لازم تقعدي تتغدي معايا عشان نبقى اكلنا عيش وملح مع بعض. تعالي ما تخافيش. قعدت حور على السفرة بس كانت خايفه وبتترعش ومش عارفه هو عاقل ولا مجنون. مدت حور له الدواء، اخده منها، وبمجرد ما اخد الدواء عيونه برقت وبقى بياخد نفسه بسرعه وشال الاكل حدفه. اتكلم وقال: يا نهارك اسود، انت قاعده معايا كده ليه وكاننا اصحاب؟ انت فاكره نفسك مين؟ اتجننتي؟ انت لازم تلتزمي حدودك معايا احسن لك، ولا هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه. وبعدين بقى في شغل الجنان ده، هو ايه؟ هو انت شويه جنتلمان ولطيف وشويه مجنون ومش طايقني؟ انا عايزه افهم هو في ايه بالظبط. هو الدواء ده ايه حكايته؟ انا مجنون؟ انا هوريك الجنان يبقى ازاي. لما انا مجنون قاعده معايا ليه؟ عايزه مني ايه؟ اتفضلي امشي من هنا بدل ما اخلص عليك. انا مش عايزه اشوف وشك تاني. وعلى طول جريت حور من قدامه وسابته وهو كان عمال يكسر الاطباق. اما هي كانت سامعه صوت الرزع وصوت غضبه كمان وهو عمال يكسر في كل حاجه قدامه. دخلت حور اوضتها وقفلت على نفسها، قعدت على السرير وبقت تكلم نفسها وتقول: يا نهار اسود، انا مش فاهمه هو بيعمل كده ليه؟ ده شكله مجنون. ايه بس يا رب البيت الغريب ده. وفضلت حور في اوضتها لحد ما زهقت، وكانت عارفه ان ميعاد الدواء قرب. اخدت الدواء وخرجت ودورت على صقر، لقيته قاعد في الجنينه وبيرسم. قربت منه وهي خايفه بس هو بصلها وابتسم: هو انت كل ما هتقربي مني هتترعبي كده؟ تعالي ما تخافيش. قوليلي، انت بتحبي الرسم؟ اصل انا بحب الرسم قوي، وفي رايي ان اي انسان بيحب الرسم يبقى انسان رقيق وحساس. لا، انا ما بعرفش ارسم بس بحب اكتب قصص. اصل انا ما بحبش اعيش حياه واحده، لما بكتب القصص بعيش 1000 حياة، بحس بإحساسهم وبكون جزء منهم. عندك حق في دي، بس كل إنسان وله موهبة، وكل إنسان مميز في موهبته. ربنا خلقنا كل إنسان بيتميز عن غيره في حاجة، بس في الآخر كلنا مميزين رغم اختلافنا. أنا متفقة معاك جدا ومع رأي حضرتك، فعلا كلنا مميزين. ربنا ما خلقش واحد فينا أحسن من التاني، كلنا موهوبين. بس الشاطر بقى اللي يتميز عن غيره ويحسن من موهبته. اتفضل حضرتك، خد العلاج، مينفعش يتأخر عن ميعاده. اوف بقى، انا بكره الدواء ده، بيعمل لي صداع، واول ما باخده ما ببقاش حاسس باي حاجه خالص. انا مش عارف امتى اخف واترحم بقى من الدواء ده وارجع تاني لحياتي. هاتي. وخد صقر الدواء ومفيش دقيقه وفضل يبرق وكسر اللوحه اللي كانت في ايده اللي كان بيرسم فيها وحدفها في وش حور. اتكلم وقال: انا زهقت منك وما بقتش عايز اشوفك تاني. انا هنع حياتك بايدي النهارده. انت اسوأ بني ادم انا شفتها في حياتي. انا هخلص الدنيا كلها من شرك وهوريك اللي عمرك ما كنت تتخيليه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هو في ايه اللي بس اللي بيحصل لك بعد الدواء ده؟ انت كنت لسه كويس. هو العلاج ده بيعمل ايه بالظبط؟ ده شكله بيجننك. انا تعبت وبقيت اخاف اقرب منك. ابعد عني حرام عليك. بقى انا مجنون وبتخافي مني وبتترعبي؟ ده على اساس ان انا عفريت؟ شايفه انا عفريت قدامك؟ انا بقى هخليك تخافي بجد وتحرمي تقربي مني وتلتزمي حدودك كمان. هو انا بس عملت لك ايه يا صقر بيه علشان تكرهني كل الكره ده؟ انت كنت لسه من شويه بتتكلم معايا كويس. انت عاقل ولا مجنون؟ طيب ولا شرير؟ انا اتجننت، مشوني من البيت ده. هو انت لسه شفت جنان؟ انا هوريك الجنان على حق. انا هخليك تنسي اسم، انا هطلع عليك القديم والجديد. انت من هنا ورايح مش هتشوفي يوم حلو في حياتك. وجريت حور من قدامه بسرعه، كانت ركابها بتخبط في بعض، ولحد ما دخلت اوضتها قفلت على نفسها بالمفتاح. بقى واقف ورا الباب يرزعوا بكل جنون: افتحي الباب بدل ما اكسره فوق دماغك. انت فاكره ان الباب ده هيحميكي مني؟ انا هكسره وادخلك، واول ما همسكك هنهي حياتك ومش هخلي لك وجود. انا هوريك. حرام عليك، ليه بس كل ده؟ انا عملت فيك ايه؟ الحقوني، حد يلحقني يا عم بشندي، تعالى الحقني، انت رحت فين؟ حرام عليك يا صقر بيه، ايه اللي انت بتعمله فيا ده؟ وفي اللحظه دي جه جري عم بشندي. ساعتها صقر كلمه وقال: بقول لك سيبني يا عم بشندي، دي لازم تتربى. ابعد عني بدل ما اوريك شغلك انت كمان. انتم كلكم ناس مؤذيه، انا هاني حياتكم كلكم واخلص منكم.
مش هرحم حد. وبعد شوية لقت حور صوته سكت خالص، فتحت الباب بالراحة وبصت منه، لقته مشي مع بشندي. دخلت تاني وقفلت الباب وقعدت تكلم نفسها وتقول: يا لهوي، في حاجة مش طبيعية. أنا لازم أكلم فهمي بيه وأعرف العلاج ده بيعمل فيه إيه بالظبط. وهو لازم يكون في حل، لازم صقر يروح لدكتور تاني. أنا شاكة في العلاج ده، لازم ألقى طريقة أوصل بيها لفهمي بيه. أكيد بشندي عارف بيتصل بيه إزاي. ونزلت حور دورت على بشندي، لقته قاعد في الجنينة. راحت له وقفت قدامه، اتكلمت وقالت: أنا عارفة إنك مش بتتكلم، بس على الأقل هتفهمني. أنا عايزة أعرف صقر بيحصل له كده ليه بعد ما بياخد الدواء، وليه إحنا قاعدين هنا في الصحراء، وليه ما دخلش مستشفى يتعالج فيها طالما عيان. هو العلاج اللي بياخده ده لإيه بالظبط؟ أنا لاحظت إن هو من غير العلاج ده بيبقى أفضل بكتير، لكن لما بياخده بيكون حالته أسوأ. أنا عايزة بس أكلم فهمي بيه، أرجوك عرفني طريقة أوصل بيها ليه. بشندي بصلها وضحك، وبعد كده سابها ومشي. حور اتكلمت وقالت: الظاهر كده مفيش حل قدامي غير إن استنى فهمي بيه. لازم أنا أقوله على كل اللي أنا لاحظته وأفهم منه إيه اللي بيحصل بالظبط. وبقت حور تدي العلاج لصقر، وكانت منتظرة فهمي بيه بفارغ الصبر، لأنها حست إن الوضع كان بيسوء يوم عن يوم. وبعد مرور أسبوعين وصل فهمي بيه، وهي نزلت قابلته بسرعة. كويس إن حضرتك جيت، أنا كنت مستنياك بفارغ الصبر. أنا عايزة حضرتك في موضوع مهم جدا، لازم نتكلم معاه. هطلع أتكلم الأول مع صقر واطمن عليه واديله العلاج بنفسي، وبعد كده أنزل وأشوفك عايزة إيه، ولأني عايزه في موضوع مهم. وسابها فهم وطلع ودخل أوضة صقر. هي ما قدرتش تستنى وسمعته وهو بيكلم صقر، ووقفت تسمع من ورا الباب. وقبل ما يخرج فهمي جريت ونزلت وقفت تانية تحت علشان محدش يحس بيه. نزل فهمي بيه ووقف قدامها، اتكلم وقال: ها، كنت عايزة ايه؟ قلتلي انك عايزاني في موضوع، انا سامعك، اتفضلي اتكلمي، بس يا ريت يكون موضوع مهم وما تعطلينيش على الفاضي. واعملي حسابك لو عايزة تمشي من هنا ده مش هيحصل، انا متفق مع جوز مامتك على كده. انت هتفضلي مع صقر لحد ما يخف. إيه لا، انا مش عايزة حضرتك تقلق خالص، انا مش عايزة امشي من هنا. انا كنت عايزة استأذن حضرتك ان ازود له جرعة العلاج علشان صقر بيه يخف بسرعة، لاني حاسة ان الجرعة صغيرة قوي، وعلشان يخف محتاج جرعة اكبر. برافو عليكي، انا مبسوط منك قوي وهزود لك مرتبك. انت بدأت تشتغلي معايا اهو. ايوه كده، عايزك تعملي اللي انت قلتي عليه، اتصرفي من دماغك، ولك مطلق الحرية معاه، وده طبعا عشان يخف على طول. اه اكيد انا فاهم، حضرتك ما تقلقش خالص، انا ههتم بعلاجه ومش هبطل اديله العلاج لحد ما يخف ويبقى زي الفل. انا عايزك تطمن على الاخر. برافو عليك، كنت فين انت من زمان؟ لو انت اللي كنت بتهتمي بيه من الاول كان الموضوع زمان خلص من بدري. بس معلش، كل شيء باوان، انت هنا دلوقتي وكل شيء هيبقى تمام. انا مش عايزه حضرتك تقلق خالص، انا ههتم بكل شيء، انا عايزه حضرتك تكون مطمن على الاخر. وضحك فهمي وسابها ومشي. وطلعت هي على اوضه صقر، لقته نايم في سريره. وقفت جنبه تبصله وتكلم نفسها وتقول: من هنا ورايح انا اللي هتصرف في كل حاجه تخصك، اوعدك ان هخلص موضوعك ده بسرعه قوي واسرع مما تتخيل. يا رب خليك جنبي وساعدني. وخرجت حور، بس قفلت الاوضه على صقر بالمفتاح ومنعت انه يشوف اي حد ولا حتى بشندي. صقر لما صحي ولقى نفسه محبوس في اوضته فضل يصرخ ويخبط على الباب ويكسر كل حاجه في الاوضه. افتحوا الباب، انتم يا اللي بره افتحوا لي الباب، انتم ازاي تقفلوا الباب عليا كده؟ يا عم بشندي تعال افتح لي. يا حور انت فين؟ مين اللي قفل عليا كده واخلي ايامه سودا؟ بس محدش رد عليه خالص. ويومها بالليل دخل بشندي على حور الاوضه، اتكلم وقال: انا عايز اعرف منك، انت قفلت الباب على صقر ليه؟ مش كفايه اللي بيحصل والعلاج اللي بياخده هيخليه يفقد عقله؟ كمان بتحبسوه في الاوضه؟ هو انتوا ايه، ما بتخافوش ربنا؟ بعد اللي شفته هنا انا مش مستغربه انك بتعرف تتكلم، انا فاهمك على كل حاجه. انا لاحظت ان العلاج ده بيأذي صقر مش بيهديه، وقررت ان انا الفت نظر فهمي بيه. بس لما فهمي بيه طلع له الاوضه طلعت وراه علشان اقول له واعرفه الفرق. بس ساعتها وقفت ورا الباب وسمعته وهو بيكلم صقر وبيقول، وفلاش باك: انا زهقت يا عمي من القعده هنا ومش حاسس باي تحسن. انا عايز ادخل مصح او حتى اسافر بره، مع اني حاسس ان طبيعي وما فيهاش اي حاجه. خد بس العلاج يا ابني وانا هفهمك كل حاجه، انا مش عايزك تقلق. واول ما صقر خد العلاج فضل يكسر كل حاجه قدامه. ضحك فهمي بقوه واتكلم وقال: هو ده بالظبط اللي انا عايزه. اعمل ايه؟ بقالك سنه بتاخد العلاج ولسه عقلك زي ما هو. اوعدك انك اول ما تتجنن خالص هرميك في مصح وهتأكد انك عمرك ما هتخرج منها، واتمتع انا بقى بفلوسك. سلام يا ابن اخويا. ورجعت من الفلاش باك كملت كلامها وقالت: وساعتها فهمت كل حاجة وقررت احبس صقر علشان لو حد فيكم حاول يوصله الاخبار
ويعرفوا إني شايفة شغلي صح علشان يطمني وأعرف أشوفه بطريقتي وأنقذه. أيوة، جليلة هي الوحيدة اللي معاها تليفون فهمي وبيبلغه بكل حاجة. هو جابها هنا وقال إنها خرص علشان نطمن وهي تعرفه بكل أخبارنا. جليلة نايمة دلوقتي وإحنا لازم نفهم صقر على كل حاجة. وراحت حروب شندي دخلوا لصقر الأوضة وحكوا له على كل اللي حصل واتفقوا معاه على خطة علشان ينقذوه بيها. صقر ساعتها قال: بقى عمي عمل كل ده علشان ياخد فلوسي؟ طب ليه؟ ما هو لو كان طلب أي حاجة أنا ما كنتش هتأخر عنه. أنا لازم أخليه ياخد جزاء ما عمل. أنا عندي خطة يا صقر بيه، بس عايزاكم تساعدوني فيها. أنا عايزاك تفضل تتعصب وتكسر وتزعق وتعمل كل حاجة زي ما كنت بالظبط، وعايزة جليلة توصله الحالة السيئة اللي انت بقيت فيها، وساعتها نوقعه في شر أعماله. ونفذ صقر كل اللي حور قالت عليه لحد ما أكدت جليلة إنه بقى مجنون رسم. واتصلت جليلة بفهمي وقالت له على كل ده. أيوة يا باشا، أنا بطمن حضرتك إن صقر بيه بياخد العلاج في ميعاد، وأنا اللي بحطه له بنفسي، وزي ما قلتلي ده ما بقاش يفوق خالص وعلى طول يكسر ويزعق. والبت الجديدة دي بتديهوله وحاول ينهي حياتها أكتر من مرة، وأنا مش عايزة حضرتك تقلق خالص. واللي بنحطه البشندي كمان في الأكل خلى عقله يخف خالص وبقى يضحك كل ما يشوف صقر. ما تقلقش حضرتك، أنا عيني في وسط راسي عليه، ولو حصل أي حاجة جديدة أنا هبلغ حضرتك على طول. وقريب قوي حضرتك هتقدر تخلص من صقر، وحور هتشهد على إنه مجنون. بعدها على طول جه فهمي علشان يتأكد إن كل اللي قالته جليلة له حصل فعلا. وهنا بقى جه وقت باقي الخطة. دخل فهمي على صقر وشافه وهو بيكسر كل حاجة، وقرر إنه آن الأوان إنه ياخده معاه ويرميه في أي مصحة ويثبت للمحكمة إنه مجنون علشان يقدر ياخد فلوسه. وساب جليلة وبشندي في المزرعة. وحور كانت قلقانة على صقر ومش قادرة تعرف حصله إيه رغم المعاملة السيئة اللي جوز أمها كان بيعملها لها. حتى مامتها كمان كانت دايما تقف في صف جوزها، بس ما كانش فارق معاها كل ده، وكانت قلقانة على صقر وبس. وبعد مرور كام شهر كانت حور واقعة في مشكلة لأن جوز أمها كان عايز يجوزها غصب عنها. حرام عليك، انت بتعمل كده ليه؟ عايز تجوزني واحد زي ده لمجرد انه صاحبك؟ يا ماما ده من سن بابا وكمان ما بيشتغلش واخلاقه سيئة. حرام عليك، انا بنتك. امك ملهاش علاقة بالحوار ده، انت فاهمة يا بت ولا لا؟ انا راجل البيت وكلمتي هي اللي مسموعة وهي اللي هتمشي، ومش عايز اسمع ولا كلمة حد فيكم. وكاتب كتابك الخميس الجاي. مبروك يا عروسة. ويوم الخميس كان قاعد العريس والمأذون، وقبل كتب الكتاب دخل صقر عليهم وكان معاه 4 بوديجارد. أول ما حور شافته جريت عليه: صقر انت كويس؟ أنا كنت قلقانة عليك والحمد لله يا رب، كنت خايفة يكون عمك عمل فيك أي حاجة. أنا كنت عايزة أطمن عليك بس ما كنتش عارفة أوصلك. اطمني أنا كويس، هحكيلك على كل حاجة بعدين، بس دلوقتي أنا جاي أخلصك من اللي انت فيه ده، وبحق ما وقفت جنبي وخلصتيني من اللي كنت فيه. انت مين يا جدع انت؟ ومين اللي سمح تدخل بيتي؟ اتفضل اطلع من غير ما ترد والا مش هيحصل لك. طيب انا عارف ان كل اللي يهمك هو الفلوس، انا هديك اللي انت عايزه، بس هكتب كتب كتابي على حور دلوقتي، واذا رفضت انا اقدر بكل بساطه اجبرك على الموافقه ومن غير ما ادفع لك ولا مليم. يا سعاده الباشا طالما هتدفع يبقى الف مبروك عليك، خدها وتهنى بيها. هو انا هلاقي عريس احسن منك لبنت مراتي الغاليه فين؟ بس هاخد الفلوس قبل كتب الكتاب. وجه العريس يتكلم شاور صقر للحرس طلعوا العريس بره البيت، وكتب صقر كتب كتابه على حور واخدها معاه العربيه. ساعتها حور قالت: انا مش فاهمه حاجه خالص، ممكن تفهمني ايه اللي حصل ده؟ واحنا رايحين فين دلوقتي؟ وعملت ايه مع عمك؟ ارجوك فهمني، بلاش تسيبني محتاره كده، كفايه عايشه في افلام رعب من يوم ما اتولدت على الدنيا دي. هفهمك يا حور كل حاجه، بس في حد لازم نشوفه الاول لانه من حقه هو كمان يفهم كل اللي حصل. انا بطلب منك تستني لحد ما نوصل وهفهمك كل حاجه في وقتها. ومشي كتير بالعربيه لقت حور نفسها في فيلة المزرعه اللي في وسط الصحراء، وقابله هناك بشندي. هناك وبعد السلامات قعدوا كلهم وحكى صقر ليهم كل اللي حصل. بعد ما عمي خدني من هنا دخلني مصحة قعدت فيها شهر، ولحد ما ميعاد الجلسة بتاعة القضية اللي هو رفعها علشان يثبت اني مجنون وياخد وصاية على كل املاكي. قدرت اثبت بالاوراق في المحكمة وبمساعدة دكتور صديقي اني سليم 100%، والمحكمة حكمت بكده ورفعت قضية على عمي، واثبتت كل اللي هو عمل واتقبض عليه وكل اللي كان بيساعده. بس بعدها وبسبب العلاج اللي قعدت سنة اخده قبل ما حور توصل وتنقذني تعبت ودخلت المستشفى وفضلت اتعالج لحد ما بقيت كويس. واول حاجة عملتها اني سألت عنك وعرفت انك هتتجوزي واحد غير، فجيت انقذك بعد ما انقذتيني. انا متشكرة ليك جدا يا صقر، بس ما كانش في داعي انك تتجوزني علشان تنقذني بس،
كان كفاية انك تمنع الجوازة وتخلصني من جوز امي. رد الجميل مش بالجواز ابدا، او انك تشفق عليا. شفقة؟ ازاي تقولي كلمة زي دي يا حور؟ انا بحبك ومن اول يوم شفتك فيه وقلبي اتفتح ليكي. تعالي وانا اوريكي ايه اللي يخليكي تتأكدي من حبي ليكي. وخدها صقر وطلع اوضته القديمة وطلع عليها من الدولاب صورة مرسومة ليها. بصي كده، انا كنت راسم ليكي صورة وكنت بقعد اكلم صورتك وانا لوحدي، وكنت بحلم باليوم اللي يجمعنا بيت واحد فيه. كنت بحلم اخدك واسافر والف العالم كله انا وانتي. انا بحبك قوي يا حور. ومع مرور الايام اخدها صقر ولف بيها العالم زي ما قال لها. حتى عم بشندي كمان ما سابوش، جاب له ناس علشان يخدموه ويدوله دواء في ميعاده، وقرر ان هو يعيش باقي عمره مرتاح مع حور. وهي كمان عاشت معاه حياة سعيدة، وحست انه عوض ربنا كان كبير عليها قوي، عوضها عن كل اللي شافته. وكان لهم بيت في وسط العمار، بس كانوا من الوقت للتاني كان بياخدها وبيروحوا الفيلا اللي في وسط الصحراء، مش عشان هم عاوزين يروحوها، لا، علشان الفيلا دي كانت السبب في انهم عرفوا بعض. ومن بعد ما عرفها هي الوحيدة اللي قدرت تنقذه من اللي كان فيه، وبسببها حياته بدأت من جديد.